خلال البث المباشر لأن حبيبة يرسول السابقة فضحت كل شيء، فقد تكلمت عن سبب ذهابها إلى دبي وعن ما حدث معها منذ لحظة وصولها. ففي التفاصيل قالت إنها تعرفت على يرسون على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرادا أن يتقابلا ليتعرفا على بعضهما البعض أكثر، فأتت إلى دبي. وعند وصولها قالت لها كاميلا أن هذا ليس اسم يرسون الحقيقي، واكتشفت أشياء لم تكن تعلم بها سابقا، كما أن يرسون تجاهلها. وبعدها اتفقا على أن يفترقا. شاهدوا ما قالت: لذلك أريد أن أشرح كل شيء من جانبي، وأريد أن أوضح الصورة، على الرغم من أنني لا أستطيع أن أصدق أنه على الرغم من أنني أتيت إلى دبي، فقد سافرت بالطائرة لمدة 13 ساعة. اشتريت تذكرة باهظة الثمن. لا يزال يتعين علي التعامل مع الدراما بسببه. إذا قمت بتحليل ما يحدث في الشهرين الماضيين، فسترى أن هناك دراما لا حصر لها عندما يتعلق الأمر به، وأنا دائما الشرير ولم أكن أبدا الشخص الجيد الذي كان عليه. دائما الشخص الذي يعاني هو الشخص الذي يتأذى، ولكني لم أكن أبدا الشخص الذي يعاني. أولا فلنبدأ من حقيقة أنني أجريت محادثة بيني وبينه وأخبرته أنني تعلقت به. أخبرتني أن لديه شيئا لي أيضا، وقررنا أننا بحاجة إلى اللقاء. لذلك سافرت إلى دبي من أجله. عندما وصلت أصبحت الأمور واضحة جدا بالنسبة لي، لأنه لماذا تراه على وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا علاقة له بالحياة الحقيقية، لأن الصورة التي تراها على وسائل التواصل الاجتماعي هي جزء صغير جدا مما يحدث في الحياة الحقيقية، وهناك دائما شيء ما وراء الكواليس. لذلك أتيت إلى دبي. كان كل شيء على ما يرام. في اليوم التالي أجريت محادثة مع كاميلا عندما أخبرتني أنهم أخبروني على الهواء مباشرة أن هذا ليس عمره الحقيقي. لذلك عندما حاولت التحدث معه وسألته لماذا فعلت هذا، قال لي أن كل شيء في الأساس عرض له، ثم اتفقنا على أن الأمر لن ينجح بيننا وأن المسافة لن تنجح. لذلك بقينا كأصدقاء. حدث هذا بعد يوم واحد من وصولي إلى دبي. في اليوم التالي ذهبنا إلى المركز التجاري. لم يتحدث معي الشخص على الإطلاق، تقريبا لم ينتبه لي. لقد كان دائما مع كاميلا، وترى هذا واضحا جدا. ثم وصلنا إلى المنزل وذهبت على الهواء مباشرة وقلت إنني قد أكلت أي شيء، ودعاني أحد أصدقائي لتناول الطعام وأعادني إلى المنزل. لم يكن هناك شيء رومانسي، ولا يمكن أن يكون هناك أي شيء رومانسي. لقد كان مجرد عشاء لصديق، ولكني أسأل ابنك: هل هذا موافق عليك؟ هل من المقبول أن أذهب معه، لأنني وصلت إلى هنا من أجلك، وعلى الرغم من أننا اتفقنا على أننا أصدقاء، إلا أنني سأسألك إذا كنت لن تقوم بأي دراما أو أي شيء، لأنه في هذه المرحلة كنت أعرف أي نوع من الأشخاص هو. التقيت به في الحياة الواقعية. قالت: نعم، لا مشكلة. تحدثت معه أنا وكاميلا. ذهبت بعد ساعة من تناول العشاء، وشاهدنا مقطع فيديو له وهو يبكي تقريبا ويقول كل شيء، وقد صدمت لأنه قيل لي أن هذا لن يحدث. حدث ذلك لأنني لو علمت أنها ستتحدث عن حياتي الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي فلن أذهب أبدا. ونعم يا رفاق، ذهبت إلى دبي.
سافرت 13 ساعة معذرة، ولكن إذا اتفقنا على أننا أصدقاء، فلا توجد مشكلة في أن أذهب لتناول العشاء مع صديقتي وهي صديقة. أقول هذا، قالت آنا. إن مشكلة يارسون الآن هي أنه يعرف أن لديه قوة، وكلامه له تأثير على شعبه، وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا التأثير ضدي، وليست المرة الأولى التي يولد فيها الكراهية تجاهي. وعلى الرغم من أنه يقول لاحقا: من فضلك لا تسقط الكراهية، فهو يعلم أنها لا تساعد. إنه يعلم أن الناس يكرهونني وأنا شخص مثله. لقد جئت إلى هنا باحترام كبير. لقد تعرضت لعدم الاحترام، والناس يقولون أفظع الأشياء. عائلتي تشاهد الجميع، ولم أفعل شيئا لأستحق ذلك. لقد اعتذرت لي بالأمس على انفراد، لكن علينا جميعا أن نفهم أنه عندما يفعل شيئا علنيا عليه أن يعتذر علنا أيضا، لأنه عندما ارتكبت خطأ كان لدي الشجاعة للذهاب والاعتذار علنا، وهو شيء لم يستطع فعله. يمكنك التوصل إلى استنتاجك الخاص. يمكنك أن تعتقد أنني كاذب، ولكنك يجب أن تتذكروا أنه مهما كان ما أظهره لكم يا رفاق، فهو ما يريدكم أن تروه. فهو لن يظهر لكم الصورة الواضحة أبدا، ولا يهمني مدى صغر سنكم أو عمركم. يجب أن تعلموا أن هناك دائما خلف الكواليس، وأريد أن يتوقف هذا الأمر برمته، لأنه مما فهمته بالأمس حتى هو نفسه قال إنه من المستحيل أن تقع في الحب عبر الهاتف، لذلك اعترفت بأنها لم يكن لديها مشاعر تجاهي أبدا. لقد تعلقت به، ولكن بسبب عدم الاحترام الكبير الذي تعرضت له في الشهرين الماضيين، ليس لدي أي شيء له في هذه اللحظة سوى الغضب فقط. Okay. You can say I'm a liar as much as you want, but a normal person won't. You can say I'm a liar as much as you want, but a normal person would never lie about his age, knowing that I'm coming from Canada to here.